اليوم يا شطار رح نتعرف على الأوزان والأطوال والموازين، والموضوع كتير شيق وسهل وبسيط، وأنا رح حاول بسط لكم إياه قدر الإمكان. هلا أولا الكيلومتر عبارة عن 1000 متر، وأنا رح حاول أقرب لكم الموضوع. أنا طولي 180، وبنضربهم 180 يعني 55 شخص. 55 شخص إذا سطحناهم على الأرض ووضعنا رجلين الأول في راس الثاني، سوف نكون حققنا 1000 متر وببساطة شديدة. والكيلووات يساوي 1000 واط. يعني كما نرى هنا، هي اللمبة اللي براس الغرفة هي 100 واط، يعني 10 لمبات بتساوي 1000 واط. الكيلوغرام هو عبارة عن 1000 جرام. أما جميل جدا جميل جدا. هون عنا نحنا هلأ مداخلة من صديقكم. ايه استاذ. انا وأنا الحقيقة بحب المداخلات، ولأنه بتعمل تفاعلية ضمن الدرس. نعم تفضل. شكرا استاذ. يعني انا هلأ فهمت منك الموضوع لانه شرحك سهل وممتع جدا، وانا يعني فهمته منك بكل بساطة. يعني هلأ نحن بنشتري كيلو موز بيطلع لنا 1000 موزة. امم أيوة. يعني الحقيقة أنا ما بعرف شو بدي أقول لك. يعني أنت سبقت أينشتاين. ايه اينشتاين، انا سمعان فيه هذا استاذ. أنا صحيح بحب المداخلات ضمن الدرس والتفاعلات، والدرس بيكون شيق أكثر، ولكن أنت بهالحالة هي فوتتنا بالحيط حاليا. نعم. ايه شكرا استاذ. يعني أنت لما بتنزل أنت وأهلك تشتروا أغراض بتاخدوا معكم سيارة شحن يعني مثلا؟ لا، ما بناخد شاحنة. يعني أنا عم بحاول كنت أقرب لكم الموضوع قدر الإمكان وسهل لكم إياه. يبدو إنه النتيجة كانت يعني غير موفقة. هلا أنا الحقيقة صحيح بروح على البيت بيسألوني إنه ليش بتحكي مع حالك، وأنا الحقيقة يعني مدخلة مثل هي يعني هي سهل الإجابة عليها، ولكن بنفس الوقت فيها صعوبة. هذا اللي بيسموه السهل الممتنع. شو صار لك استاذ؟ بقى نحن بهالحالة هاي سوف ننتقل من الأوزان والأثقال، لأنه هذا الموضوع يبدو صعب عليكم شوي. رح ننتقل للنظرية النسبية.